السلام عليكم. النهارده هنعمل بغاشة الافران، هنعملها بطريقه سهله وبسيطه بحبه دقيق ومعلقتين سمنه من البيت. هنعمل احلى بغاشه، مش هنتكلم كتير، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملناها ازاي. عندي نص كيلو من الدقيق، حاطه فيه معلقتين من السكر ورشه من الملح، وهنزل بكوبايه ونص من الميه. ولما اقول لك كوبايه ونص من الميه ما تحطيش الكوبايه ونص دفعه واحده، حطي الاول الكوبايه وابتدي عجني. لو احتجتي وانت بتعجني ميه تاني زودي النص التاني بالتدريج. وده ليه؟ لان لا الدقيق بتاعك نفس النوع بتاعي ولا الكوبايه اللي انا بعاير بيها نفس الكوبايه، نفس حجم الكوبايه اللي انت هتعايري بيها. وعشان تبقي انت اللي متحكمه في زمام الامور والعجينه ما تلبخش منك، ضيف الميه بالتدريج. وفضلت اعجن بقى مده لا تقل عن 10 دقائق لحد ما العجينه لمت معايا ووصلت للشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده جبت صينيه ودهنتها دهنه زيت، وهحط العجينه بتاعتي واسيبها تستريح ربع ساعه. طبعا هسيبها ليه تستريح ربع ساعه؟ علشان تبقى سهله معايا بعد كده في الفرد، والعجينه لما افردها ما تلمش معايا تاني. هغطيها بقى واسيبها تستريح. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك. بعد كده دهنت الرخامه بقى زيت، وهبتدي ان انا افرد العجينه بتاعتي. شايفين بقى عشان استريحت كويس، اتفردت معايا بكل سهوله، لا احتجت نشابه ولا احتجت عجله، فردتها بايدي بكل سهوله. فردتها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب الوصفه الاصليه هنحط زبده، المفروض ان احنا بنحط زبده. طيب انا مش موجود عندي زبده، مش متوفر عندي زبده، استعملي سمنه، اي سمنه موجوده عندك استعمليها، وهيبقى باذن الله احلى كمان من بتاع الافران. انا هنا استعملت 3 معالق كبار من السمنه، دي سمنه بقري، ودهنتها كويس، دهنت الفطيره بتاعتي كويس جدا، وابتديت ان انا الف رول. وكل ما تلفيه رول يعني تبرمي كده كويس كده، هيديكي طبقات وتوريقات حلوه قوي. لفيته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والسمنه اللي قدامي دي انا هلمها في الاخر لان السمنه طلعت كتير. بعد بقى ما لفيته كده وقفلته، ابتديت ان انا اقطعه. الفطيره دي عملت لي 8 فطاير صغيرين، قطعتها 8 فطاير صغيرين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحاول ان هم كلهم يبقوا قد بعضهم. بعد كده حطيتهم في صينيه ودخلتهم التلاجة ربع ساعه كمان يستريحوا، ربع ساعه كمان. كل ما تسيبيه يستريح كل ما يتفرد معاكي بكل سرعه. شايفين بقى بيتفرد معايا بسرعه ازاي، والعجينه ما بترجعش تلم معايا تاني. شايفين؟ اظن مفيش اسهل وابسط من كده، حاجات بسيطه جدا عملنا حاجه حلوه لاولادنا في البيت. وبعد كده هطبقه على 3 مرات، وبعد كده برضو هطبقه 3 مرات، وهرجع احطه في التلاجة تاني ربع ساعه يستريح. هدخله بقى التلاجة ربع ساعه يستريح. بعد بقى ما طلعته، دي بقى المرحله النهائيه، هفرده بقى بالنشابه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو الحجم ده مناسب جدا يعني، شايفين اهو. عايزه اقول لكم والله كان احلى من اللي احنا بنشتريه من الافران. شوف انت بتشتريه من الافران الواحده ثمنها كام، لكن انت بحبه دقيق ومعلقتين سمنه من البيت عملتي حاجه حلوه لاولادك. جبت بقى الصاج ودهنته سمنه ودخلته الفرن درجه حراره 150. شايفين اول ما بيخش الفرن بيقب ازاي؟ ولما يقب كده ده دليل على انه ناجح 100%. شايفين قبب ازاي والسوا بتاعه؟ حاجه مش قادره اقول لك. طبعا لو انت عايزه تحطي له عسل نحله او شربات حطي له. انا اكتفيت ان انا زوقته بالشوكولاته. يا رب يكون افدتكم في الفيديو ده، وشكرا ليكم والسلام عليكم.